هقول لكم على افضل 10 مسلسلات تركية كوميدية هتخليكم تضحكوا من قلبكم. اوعوا تفوتوا الفيديو ده. مساء الخير. في الاول كده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك في القناة، وكمان تقولوا لي في كومنت ايه اكتر مسلسل كوميدي انتوا بتحبوه، ويا ترى انا قلته في الفيديو بتاعي ولا لا. نبدأ مع بعض على طول. اول مسلسل معايا هو العشق مجددا. العشق مجددا ده مسلسل لذيذ جدا، هو رومانسي كوميدي بيتكلم عن زينب وفاتح. زينب كانت بتحب شخص وسافرت معاه وخلفت منه طفل، وبعد كده الشخص ده اتخلى عنها فعايزه ترجع بقى تاني لاهلها، فبتقابل فاتح ده في الطياره. فاتح هو كمان اهله عايزين يجوزوه بالغصب، فالاتنين بيلتقوا طرقاتهم مع بعض، وبعد كده بيتفقوا ان هما الاتنين يرجعوا لاهاليهم ويقولوا ان هما متجوزين وعندهم الطفل ده. وطبعا بتدور احداث كوميديه جدا سواء بين فاتح وزينب او بين العائلتين مع بعض. مسلسل حلو جدا ولذيذ وخفيف على القلب. تاني مسلسل هو مسلسل الطائر المبكر او طائر الصباح ايا كان الاسم بتاعه. هو بيتكلم عن سنم هي بنت شغوفة مرحة، بتعمل في البقالية بتاعت اهلها او في الماركت يعني بتاع اهلها، وبعد كده في يوم من الايام بتبقى مجبرة ان هي تتجوز لو ما لقتش شغل تاني، فبتحاول ان هي تدور على وظيفة تانية، فبتلاقي وظيفة في الشركة بتاعت اختها ليلى، وهي مختلفة عن اختها ليلى تماما. بتلاقي اثناء بحثها ده بتلاقي ايه ان في وظيفة عاملة في الشركة، فبتسجل وبالفعل بتروح الشركة وتشتغل فيها. وهناك بقى بتقابل جان ابن صاحب الشركة، وبتنشأ علاقة حب ما بينهم، والمسلسل برضو كله في إطار كوميدي لذيذ. تالت مسلسل وده من المسلسلات اللي كنت بحبها جدا، وهو مسلسل نساء حائرات. ومن اسمه هو بيتكلم عن 5 سيدات بيصحوا من النوم، هم عايشين في حارة مع بعض، بيصحوا في اليوم فجأة يلاقوا ان هم صديقتهم توفت او انتحرت. تمام، فبيبقوا عايزين يعرفوا ايه سبب الانتحار ده، ومن خلال بقى محاولتهم ان هم يعرفوا سر انتحارها ايه، بيبداوا ان هم حياتهم تتعقد ويحصل مشاكل في حياتهم كتير. فيهم ياسمين دي هي جوزها خانها وراحت عاشت في الحاره مع بنتها، وبتقابل سنان، وسنان ده هيبقى عامل مشترك ما بينها وما بين صديقتها التانية أمل دي أرملة، والاتنين هيتخانقوا على سنان ده. والتالتة هي نرمين، هي زوجة وأم مثالية وليها مهارات في المطبخ حلوة جدا. ورابع واحدة فيهم هي رفيف بقى بتربي 4 أولاد متشحططة ما بينهم كده، ما بتنامش ولا ليل ولا نهار مع جوزها عمر. وآخر واحدة فيهم هي زيزي دي بقى برنسيسة، هي ملكة جمال سابقة وربت منزل كده جديدة، فبيحصل أحداث ما بين ال5 كده مع بعض حلوة جدا. من المسلسلات اللي بقى 4 أجزاء من كتر ما هو حلو. رابع مسلسل، والمسلسل ده عامل ضجة لحد وقتنا هذا، وهو تقريبا بقاله 7 أو 6 سنين ويمكن أكتر، وهو مسلسل حب للإيجار. حب للإيجار بيتكلم عن عمر، هو شاب عصامي بنى نفسه بنفسه بعيدا عن ثروة جده، وبعد كده جده بقى عايز ان هو يجوزه، فبيتفق مع مرات عمه نرمين أو نريمان مرات عمه، بيتفق معاها ان هو يعني ان هي تجوز عمر في خلال 6 شهور وهيديها جزء من ثروته. فبالتالي بتعمل كل المحاولات ان هي تخلي عمر ده يتجوز، وبتدور على شخص يكون مناسبه او حصل ما بينه يعني موقف او حاجه او اتشد للشخص ده. فبتلاقي دفني اللي كانت شغاله في مطعم، وعمر ده يعني كان بيهرب من واحده بيقابلها عشان يتجوزها، فراح قال لها ان دفني دي حبيبته. فالمهم بتاخد بقى دفني دي تقنعها ان هي تروح لعمر وتحاول ان هو يخليه يحبها يعني وتتجوزوا خلال 6 شهور. وبتستغل نقطة ان دفني دي اخوها عنده ديون بسبب القمار، فبتقول ان هي هتسد الديون دي مقابل ان هي تروح وتتعرف على عمر وتحبه، وبتبدأ احداث كتير جدا عشان هو كده اسمه حب للإيجار. خامس مسلسل هو مسلسل عشق منطق انتقام. المسلسل ده حقيقي مش هتبطلوا ضحك فيه. بيتكلم عن أوزان وإسراء. أوزان بيحب إسراء من وهم أطفال، بعد كده بيتجوزوا لما بيكبروا، بس بعد فترة بسيطة بيتطلقوا بسبب صعوبات الحياة. وبعد كده أوزان ده بيروح يفتح شركة برمجيات وبيبقى غني جدا. بعد كده إسراء بتروح تشتغل معاه في نفس الشركة دي، وبيتقابلوا مرة تانية وقصة الحب بتشتعل تاني، وبيبقى فيه بقى يعني قلق كده ما بين الأهالي، أو الأهالي رافضين الارتباط مرة تانية وكده، وخصوصا الأمين مسخرة، مواقفهم لوحدها كوميدية بجد. فده من المسلسلات اللي انتوا طول ما انتوا قاعدين تتفرجوا عليه هتضحكوا. سادس مسلسل هو مسلسل عروسات هاربات. لو كنتوا شفتوا المسلسل ده قولوا لي رأيكم فيه في الكومنتات. المسلسل ده من فترة وهو من اسمه عروسات
عرايس يعني، هربوا ازاي بقى؟ اول واحده فيهم هي شبنم، وشبنم دي يوم العقد القران بتاعها العريس بتاعها بيهرب منها بسبب ان هو كان مفكر ان هي حامل، وبعدين طلعت مش حامل فقال يخلع. المهم ايه، فجرت وراه على المطار عشان تلحقه. تاني واحده هي كائنات دي بقى كان اهلها عايزين يجوزوها غصب عنها، وهي كانت بتحب ايجا، وايجا ده عايش في اسطنبول وهم كانوا من ازمير، فقررت ان هي برضو يوم الفرح تهرب وتروح على المطار عشان تروح لحبيبها ايجا ده في اسطنبول. وتالت واحده وهي الميلا، ودي بقى حدوته لوحدها كده، اللي هي بتحب النجوم، الطالع، الطاقه، مش يعني ماشيه ورا الحاجات اللي هي بتاع الفال والكلام ده. فكان طالع لها من صغرها ان هي هتتجوز شخص اسمه عاكف، فقعدت تدور عليه سنين كتير وبعد كده ما لقتوش، فقررت ان هي تتجوز اللي قدامها حسني. وبعد كده يوم ما هي بتقيس البروفا، يوم ما هي بتقيس فستان الفرح، اخر بروفا يعني، لقت تليفون انه في شخص اسمه عاطف بيعتذر عن ان هو يحضر الفرح بتاعهم وهيسافر اسطنبول الساعه 6. فهي كمان بتطلع بالبروفا بتاع الفستان يعني، وبتطلع تجري على المطار، والثلاثه بقى بيتقابلوا في المطار، فبيبقوا 3 عرايس كده هاربين، كل الدنيا بتتقلب عليهم وبيحصل ما بينهم صداقه واحداث كتير جدا. سابع مسلسل هو مسلسل العشق الفاخر. العشق الفاخر بيتكلم عن عائشة، هي بنت من عيلة بسيطة بتشتغل في ورشة، وبتعاني من شدة أخوها، يعني أخوها صارم عليها جدا، أخوها رضا، خصوصا بعد وفاة والدها بيفرض عليها حدود كتير. وعلى الجانب الآخر يوجد كرم ده ابن عائلة غنية جدا، وهو ابن الراجل اللي عائشة شغالة عنده في الورشة، والراجل ده أساسا كان صاحب أبو عائشة، فيعني هي قصة طويلة كده. المهم ان كرم ده مستهتر، شخصيه مستهتره، دايما بيعمل مشاكل وبيظهر في الاعلانات والتلفزيون والكلام ده والاخبار يعني والصحافه وكده. وبعد كده بيشوف عائشه دي فبيحاول ان هو يشغلها زي ما بيعمل مع باقي البنات، ولكن بتصده، وكمان بيعرف ان هي عندها حبيب، فيعني خلاص الموضوع بيقف على كده. لا، بعد كده بقى عائشه دي بتكتشف ان حبيبها خانها مع اقرب صاحبه ليها، فبتعمل حاجه بتقلب الاحداث كلها، وخصوصا في كرم. ايه اللي هيحصل؟ تابعوا المسلسل وقولوا لي. تامن مسلسل هو لعبة الحظ، وبيتكلم عن أدا اللي بتحب روزجر اللي معاها في نفس الجامعة بتاعتها، لكن هو من ألبانيا ومهدد بالرحيل من تركيا، فبتروح ان هي تعرض عليه ان هم يتجوزوا عشان ما يترحلش، ومؤمنة ومعتقدة جدا ان في ذكرى الزواج الثالثة ليهم هيبدأ ان هو يتقدم لها بشكل رسمي ويصبح الجواز بتاعهم حقيقي. ولكن في الذكرى السنوية الثالثة هو بيسيبها او بيهجرها، فبتحاول ان هي تروح تستعيده مرة تانية، عشان عندهم حاجة في عيلتهم كده، اعتقاد غريب ان لو تركها او هجرها حبها الاول هتعيش تعيسة للابد. ولكن القدر هيوضع بقى قدامها بورا بيه، اللي هتروح تشتغل عنده في الشركة مع روزجار، وبعد كده هيحصل بقى احداث كتير جدا في المسلسل. تاسع مسلسل هو مسلسل موسم الكرز. موسم الكرز ده بيتكلم عن أويكو، هي عايشة في حي شعبي مع أخوها ومامتها، وبتحلم إن هي تبقى مصممة أزياء كبيرة، ونفسها تشتغل مع السيدة أونم دي عندها بيت موضة ومصممة أزياء معروفة، فكان نفسها إن هي تشتغل معاها، وراحت قدمت عشان تشتغل معاها. وبتحب كمان صديقها من الطفولة وهو متى أخو صاحبتها، بس هو مش بيهتم بيها او مش بيعيرها يعني اهتمام. بعد كده بتتقابل بقى مع اياز ده ابن صاحبة بيت الموضة دي او ابن السيدة اونم. بيتقابلوا هما الاثنين في موقف غريب كده، ان هما بيبقوا بيوقفوا نفس التاكسي وبيركبوا مع بعض وبيتخانقوا، فبيحصل ما بينهم تعارف، وبعد كده بيبداوا ان هما يلتقوا بعد كده، وبتحصل احداث كتير جدا وبيحبوا بعض. وعلى فكرة البطلين دول اتجوزوا في الحقيقة. عاشر مسلسل هو مسلسل حكاية جزيرة، بيتكلم عن حزيران شغالة في شركة، وبعد كده المدير بتاعها بيطلب منها ان هي تروح جزيرة تجمع معلومات عن راجل مش راضي يبيع لهم الارض، وهي كان نفسها تشتغل في منصب في طوكيو، فاشترط عليها ان هي تروح الجزيرة دي مقابل ان هي تسافر وتشتغل في المنصب بتاع طوكيو ده. ففعلا بتروح الجزيرة وبتبدأ ان هي تجمع معلومات عن بويراز صاحب الارض دي، وبتدخل المصنع بتاعه من خلال فوق سياحي، وبتبدأ ان هي تاخد المعلومات دي. وبعد كده بتعرف ان بويراز ده مش الشخصية الشريرة اللي صورها لها صاحب العمل عندها، وانه كان بيضحك عليها. وبعد كده وهي رايحة بقى عشان ترجع اسطنبول بعد ما جمعت المعلومات، السفينة بتفوتها، بترجع تقعد في الجزيرة تاني، وبتبدأ ان هي تستوعب ان بويراز ده شخص كويس، وان هي كده هتضره بالمعلومات اللي ادتها لصاحب الشغل ده. فهتقعد في الجزيرة فترة وتحاول ان هي تعوض الضرر او تصلح الضرر اللي هي هتسببه لبويراز عشان المعلومات دي، وهتنشأ ما بينهم بقى قصة حب لذيذة كده.
وبس كده، دي كل المسلسلات اللي كانت معايا في الفيديو ده. قولوا لي هتتفرجوا على اي مسلسل فيهم، ويا ترى عايزين الفيديو الجاي يكون مسلسلات دراما ولا اكشن وحاجات بوليسيه؟ اكتبوا لي في الكومنتات عشان اظبطه لكم الفيديو الجاي.